نروحوا لمسجد عمر بن الخطاب في وسط زوين نشوفوا اجواء تاع تحضير وجبات افطار المغرب للمصلين. بسم الله. بداية قنابري يا ايه الشيخ عزام. بس عطارك اليوم نروحوا لمسجد عمر بن الخطاب في وسط زوين نشوفوا اجواء تاع تحضير وجبات افطار المغرب للمصلين. نروحوا لهذا المسجد نروحوا لهذا المسجد نحضروا اجواء الناس كيف تحضر لوجبات افطار المغرب. هذه تمتلئ عن اخرها بالمصلين يوم الجمعه. راح نروح للدار. الشخص يجي يدي الماء والتمر والحليب وزلابية. باش نحضر داخل المسجد احتراما للخصوصية الدينية. الطاولة اللي راك تشوف فيها هذه الطاولات فيها ناس يقدموا وجبات الافطار للمسلم اللي يجي يسلم المغرب. وهذا شيء طارئ على في جميع المساجد في الجزائر. لكن هذا المتطوعين دائما اللي نشوفوهم من العام اللي فاتوا من العام اللي فات لقيتهم ايضا هكذا في هذا المسجد. ما نقدروش ندخلوا ونحضروا داخل المسجد هذا احتراما للمكانه الدينيه للمسجد. ثاني ايضا الشيء اللي لاحظوه ايضا هو التكافل والتعاون بين هذه الناس. الربيعيه اللي عندي هما متطوعين. الساعة الآن تقريبا 6:30. مازالو 6 دقائق أو 7 دقائق. أنا أيضا نهز لابار تاعي تاع الإفطار. طيب هات 60 حزب الشيخ بيك لا عم الطيب ما بعرف ثاني من أقدم الناس اللي نشوفهم داخل هذا المسجد. تجي تصلي بسم الله. بداية قنابري يا ايه الشيخ عزام. صباح الخير ديني كردي خلاص كريم. افطرت ويلك يصرف ذهب الظما وابتلت العروق وغفر الذنب ان شاء الله. مش بيه
تقبل صيامنا وقيامنا بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. وألف شكر كل الناس اللي تساهم في تقديم الوجبات الإفطار للأشخاص اللي يجيو يصليو. ربي يقبل عليهم ورمضان كريم للجميع.